حابين اليوم نفرجي قديش الشعب الفلسطيني في غزة بكل الاحترام والحب لدولة أندونيسيا شعبا وحكومة، من خلال انه بدنا نلف ونتحاور مع الناس ونشوف قديش الشعب الفلسطيني بيحبهم بمناسبة يوم الاستقلال الأندونيسي. خليكم معنا. سلامات، ناخذ من وقتك شوية. كيف حالك؟ الحمد لله والله. شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. عرفني عن نفسك. اسمي هبة عياد أنا. يا حي الله. وين؟ يلا بيك. والله بطريق على الكنيسة. يا حي الله فيك. اليوم عندنا مسابقة يا إيهاب. تفضل. المسابقة بتقول بتعرف هذا العلم علم ايش؟ صحيح، هذا علم اندونيسيا. علم اندونيسيا. صحيح. شو بتعرف عن اندونيسيا؟ والله ده متعاطف شعب ورئيس متعاطف مع القضية الفلسطينية كثير، وبنحترمه، والشعب ذات أغلبية مسلمة يعني. والله. طب هو أغلبية مسلمة وأنت مسيحي. ولو إخوة إحنا بفلسطين. ولما بدعمش إنه كل واحد على فئة دينه، لا بدعم شعب كامل. الحمد لله ونحترمه. ايش بتعرف عن دولة اندونيسيا؟ دولة ذات أغلبية مسلمة، متعاطفة كثير، تقف معك في أوقات الشدة، يعني أكثر شيء مع الفلسطينيين. ما اعترفتش بالاحتلال ذات نفسه، الاحتلال اللي احنا بنعاني منه وبيعاني الشعوب، ما اعترفتش فيه، وهذا احنا شرف، وهذا شرف لنا وبيعزنا. طيب بتعرف شو عاصمتها؟ جوكارتا. جاكرتا صحيح. طب بتعرف انه في اليوم هو يوم الاستقلال الاندونيسي؟ صحيح. هي تقريبا سنة 1945 قبل النكبة. من مين؟ الاحتلال الهولندي. احنا معاك اهم شيء. أهم شيء بعيوننا بقى. طب مسابقتنا لليوم، شايف هذا العلم اللي انت عرفت عنه كل صحيح. شيء ما شاء الله، امسكه. العلم هذا هتاخذ مني جائزة مقابل انك تحرقه. لا لا جائزة ولا مليون جائزة. مالك يا رجل؟ بقول لك لسه هذا علم قضية، هذا علم ذات أغلبية مسلمة يحترم القضية الفلسطينية، كيف أحرقه؟ انت مسيحي عادي. ولو شكلنا بقدرش أحرقه، أنا فلسطيني، أنا لا مسيح ولا مسلم، بس أنا بقول لك فلسطيني، أنا برجع بقول لك أنا فلسطيني. طب يا سيدي بدي اديك $100 احرقه. ولا مليون، برجع أقول لك ولا مليون. بدك افرجيك الفلوس. هي $100. لا انسى تفرجيني انسى. ولا هي والله. لا ولي أنا هذا العلم ها. انت واحد ثاني خلاص ممكن يلا. ياخذه. والله لو ما عندهوش كرامة. يا سيدي $200. ولا مليون. امسك عربي ولا مليون، انا بحكي لك عربي، ولا $1,000,000. هذا $200 هذا علم اندونيسي مع القضيه الفلسطينيه، انا كيف احرقه؟ ترضى انت تحرقه؟ ولا يعني بني ادم حر، جائزة. ولا بني ادم حر شريف بيقدر يحرقه. بس هذه جائزة $200. ولا مليون. زبط. هذا انا هذا ببوسه، طب ما واحد ثاني حياخذهم ما عندهوش كرامه. يا راجل بقول لك $100. ايش رايك؟ لا مش راح بس يحرق. انت بدكش، هو دوره. لا ما حر انا. وانا باخذ ما اعطوش اياه. والله هو والله لو بتصير مشاكل بعطوش اياه. ليش؟ يعني ايش هو؟ هذه ورقة. هو زي الورقة اهو. ايش اعمل هيك وانت احرق يا عم في $100 يا راجل. اعطيه العلم. يا عم بقول لك $100 يا راجل. ثواني بده يحرقه. بس هذا خلص. انت ما رضيتش تاخذ المسابقة. خلص هو بده ياخذها. بديش اروح يا انا. عم انا بتاخذ انا بني ادم فلسطيني حر شريف، يا عم شعب وقف، انا بديش اياك تحرقه. هو لما تحرق العالم مش يصير يعني بتاخذ $100 وخلاص. لا بديش، انت خلص بتحرق نهدى. 280 مليون نسمة. يا ورد علي. هو العالم بيعمل ايش؟ هو العالم بيعمل ايش بده يعمل العالم؟ بيعمل كثير. يا راجل صلى على النبي، صلى على خلص نهدى. هذا الشاب معانا وهذا كله تمثيل، ومش اكيد مش حنحرق علم اندونيسيا. يا راجل مالك، كرامتنا هذا، امسك. كرامتنا. شكرا لك. العفو. وبصراحة بنفتخر وبنعتز فيك. ولو انا بدي احكي لك هذا الاشي، الحمد لله انه اول اشي طلع تمثيل. شعب كذات اغلبيه مسلمه داعم للقضيه الفلسطينيه، وفلسطين
من ابائنا وجدنا فيها مسيحيين ومسلمين. لما يجي يقدم لك الداعم يقول لك الشهاده لا مسيحي ما بدناش نقدم له داعم، لا بدنا نقدم، لا هو متضامن مع الجميع، قال لك سواء مسلم ولا مسيحي.